نواصل مع جعفر اللي سألنا دكتور سعيد عن المسح على الخفين، وغالبا لما نسأل عن المسح على الخفين يقصد به الجوربين في كلا الحالتين. الجواب: نعم. أولا أخي جعفر، مسألة المسح على الخفين هذه نوقشت في هذا المنبر، يعني رأي المالكية وكذا، ولكن إن شاء الله تعالى للمصلحة الراجحة كي يكون يعني الجوارب خشان وهذا كله شرحناه فيما سبق باش ما نعاودوش. إذن فما كان حتى حرج باش واحد يعني يمسح على هذه الجوارب إذا توفرت فيها الشروط التي ذكرت فيما سبق في أكثر من مرة في هذا المنبر. الآن هو يسأل على التوقيت، يعني في المدة بالنسبة للمقيم. المقيم مدة المسح 5 صلوات يعني في اليوم والليلة، هذا نعم. رأي. بالنسبة للمسافر 15 صلاة يعني 3 أيام بلياليها، ولكن هناك من قال 20 صلاة شيخ. 3 أيام. نعم. 5 صلوات 5 صلوات إذن 15 صلاة. المشهور عند المالكية وعند الإمام مالك وأهل المدينة لا حد، يعني إلى غاية ما الإنسان يقع في الجنابة ما دام لم يجنب. نعم. المسح على الخفين ذهب بالي للقصر في الصلاة. تسأل لا تتكلم على المسح. نعم. بارك الله فيك. فيك البركة. نعم. الله يسلمك. إذن فرأي الإمام مالك وكذلك أهل المدينة أنه لا حد للمسح على الخفين، معنى الإنسان يمسح الخفين إلى غاية ما يوقع في الجنابة، هذا ما كان. إذن وإذا كان خذيت هذا يعني يجزي الله يكفي، يعني إذا كان بالنسبة للمقيم يوم يعني في 5 صلوات في اليوم والليلة، وإذا كان للمسافر 3 أيام ونسأل الله 3 أيام بلياليها. نعم.